بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم إن شاء الله تعالى مع وصفة جديدة إن شاء الله. اليوم غادي نخدمو إن شاء الله تعالى على الدجاج ديال الكي اف سي. كيف ما كتشوفوا عندنا هذا الإناء فيه البيض والطحين والإقامة مخلطين، كذلك الخرطوم. كنشدو الدجاج من بعد ما رقدناه في الإقامة ديالو، القزبور، الثومة الحارة، شوية ديال السكينجبير، شوية الكمون، كيترقد فيه مزيان. ومن بعد كنشدوه كنمرمدوه في ديك الطحين اللي درنا فيه البيض ودرنا بحال الخليط ديال المعقودة. ومن بعد كنعاودو نمرمدوه في ديك الطحين اللي فيه لا شابلور، فيه الطحين وفيه لا شابلور. وإلا بغيتو تزيدو حتى المايزينا حتى هي راه مزيانة. ومن بعد كنبداو نقليو، وما امكن انه يعني منين يبدا يتقلى، الا كاين شي تبصيل اللي غتحط فيه، او مثلا شي يعني صفايه ولا شبكه، ونديرو فيها شي كلينيكس باش يبقى ينشف شويه من ديك الزيت. وان شاء الله تعالى ناكلوه بالصحه والعافيه. والحاجه اللي هي زوينه وهي انه ملي كيبقى لنا ديك الخليط كامل كنجمعوه مع الاقامه، وكنديروا الخبيزات لا طحين ولا شابلور اللي شاطات والإقامة اللي شاطت، كنخلطوها كامل. وختامه مسك كيف ما شفتوا. ديك الخبيزات كنجمعوهم وكيعطيونا واحد الخبيزات كنقليوهم. هذوك هما باش كيتعرف الدجاج او السمك. وناكلو ان شاء الله تعالى بالصحة والعافية. وقبلوا علينا ان شاء الله تعالى مرة كنفاجئكم بهاد الاطلالات. الله تعالى يتقبل منا ومنكم صحة وعافية إن شاء الله تعالى، مع فيديو آخر إن شاء الله تعالى مستقبلا. واللي عنده شي ملاحظة يكتبها لنا إن شاء الله تعالى في التعليقات. تبارك الله عليكم، على أمل اللقاء بكم في فيديو آخر. تقبلوا فائقة احتراماتنا وتقديرنا لكم، كل واحد بالاسم ديالو. تحية للإخوان ديالنا داخل وخارج أرض الوطن. الله تعالى يسمعنا عليكم خبر الخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.